ويلي المباراة ديال النهائي قبل النهائي اسبانيا والبرتغال، المباراة جازت مشحرة. غير هو لامين يامال فاز على كريستيانو رونالدو، رونالدو خرج كيبكي كأنه ولد صغير. اخر فوز المنتخب البرتغالي على المنتخب الاسباني كان في النهائي ديال كأس اوروبا، ولامين يامال بقى فيه الحال. ولكن باش تخسر في كأس العالم راه حاجة اخرى، وباش تلعب 6 النسخ من كأس العالم وفي الاخير ما توصل لا للنهائي ولا للنصف النهائي، انت ما نجم ما والو. يعني ما بينك وبين الكرة غير الخير والاحسان. ما عليكش ودي يا رونالدو، ما فزتيش بكأس العالم كلاعب، غادي تفوز به كمدرب. غير ركز وخدم شويه غادي تحقق هذا اللقب. ها واحد المفاجاه عاوتاني، المنتخب البلجيكي كيفوز على المنتخب الامريكي ب4-1. النتيجه كبيره اللي ما كناش كنتوقعوا المنتخب الامريكي يخسر بهذه النتيجه هذه. شحال من واحد كان كيقول المنتخب الامريكي غادي يوصل النهائي ديال كأس العالم حيت ترامب معدل له الطريق، ولكن ها الحقيقه بانت بنادم غير داوي خاوي. انا كنتوقع النهائي ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الارجنتيني، وانتم عطيوني الراي. صفت المصريين ركله جزاء واضحه لمحمد صالح والحاكم دار عليها عين ميكا، وفي الاخير كترجع الهجمه مرتده وكيجي منها الهدف ديال الفوز للارجنتين. هذا الحكم ارتكب جوج ديال الاخطاء كارثيين في حق مصر، لغى لهم الهدف ديال الفوز وفي الاخير ما كيعطيهمش ركله جزاء ديال محمد صالح وكيجي منها الهدف الثالث. المنتخبات الافريقيه والعربيه غير كيوصلوا لهذه الادوار الحكام كيديروا فيهم ما بغاو، ما عرفنا واش هما اللي كيديروا داك الشيء ولا كتجيهم شي اخبار من بلاصه اخرى. المنتخب المصري دار اللي عليه، وقف لك الارجنتين عند حدها ولعب الكره زوينه وهو اللي سبق في التسجيل، وفي الاخير هذا الحاكم كيحرمهم من التاهل التاريخي. المنتخب السويسري واش عقلتوا على هذا المنتخب ولا لا؟ المنتخب اللي قصد الجيران ديالنا كيفوز على كولومبيا بركله الترجيح وكيتاهل للدور الثمن النهائي. الجيران ديالنا دابا غادي يكونوا فرحانين منين هذا المنتخب مازال ما تقصى من البطوله. كون كان تقصى كانوا غادي يقولوا او قصانا واحد المنتخب كاع ما يستاهل، ولكن منين مستمر كيقولوا طيحنا مع المنتخب قوي. دابا حنايا كمغاربه كنخافوا نطيحوا في نفس السيناريو اللي طاح فيه المنتخب المصري.